آم، الحمد لله. الحمد فهذه لله. هي تقريبا يعني. أنا أعطيت مثال بسيط يعني باش ما نتشعبش بزاف في الكلام، لكن والله العظيم والله العظيم الإنسان إذا فقط ركز على نفسه، فما بقاش مثلا يحب يعيش في دور الضحية، إنه أنا وأنا وتعمل لي وكذا. فربنا دائما يعطينا الجواب في القرآن، يعني وما أصابكم من سوء فمن أنفسكم. يعني أكيد الشيء اللي أصابني أيا كان الشيء يعني فمن نفسي، يعني أنا اللي تسببت في الموضوع. فإذا إحنا ركزنا على انت أنفسنا. عارفه يا سوسو ان دور الضحيه ده من الحاجات اللي بتبهدل الدنيا قوي. يعني بتخلي الواحد ينغمس هذه قوي في نقطة من الحزن النقاط وفي يا سهير المشاعر. فعلا اللي تخلي الإنسان مش عايش الحياة والشباب والازدهار وكذا. صراحة دور الضحية يعني. بصي والله يا سوسو، كل اللي قلتيه لو اللي بيسمعنا، يا رب يعني يكون في فايدة ليه. لو اللي بيسمعنا عمل حاجات منه، مشي خطوات حتى فيه. انا مش هقول لك اللي هيجي يسمعنا هيجي في يوم واحد. احنا نفسنا لو تفتكر يا سوسو، احنا خدنا سنين أنا واحنا من ماشيين أنا في أربع نقطة. سنين 5 سنين وأنا ماشية نصلح في نفسي وما زال ما كملتش. يعني حاول ابدأ فقط، يعني بس حاول لو حط عملنا خطوة. سنتين ثلاثة، لو حط بوست كل شهر نقطة، حط كل شهرين نقطة، على صح. قد ما تقدر. انا الفتره دي هبطل حاجه واحده من دول، هدور على حاجه واحده. لو هدور ازاي اعالج موضوع الضحيه ودور الضحيه، ده موضوع محتاج على فكره بحث كبير. مش معنى احنا قلناه في كلمتين ان ده حله في كلمتين. احنا بس بنشاور لك على ايه الحاجات اللي بتخلي الواحد يعيش وعلى وجوههم نضرة النعيم. أي والله. انت عايش نضرة وصحة في شكلك، في جسمك، في افكارك، في بصيرتك. فدي حاجة من الحاجات. فوالله فعلا تجربتك تحترم جدا جدا. انا بالنسبه لي اغلب الحاجات اللي انت بتقوليها ما كانش كلها، الحمد والشكر لله، انا فرقت معايا. مهم. وحبيت فقط نضيف على كلامك فقط، اللي يسمعني يتأكد إنه لازم تحاول وتفشل، تحاول وتفشل وتدخل في حالة حزن وتدخل في حالة لخبطة وتدخل يعني بزاف أمور. يعني هي راهي رحلة. حاول أنت تحط هدف إنه يا رب أنا نويت إني أنا نصلح نفسي. يا رب أنا نويت أنا نصلح نفسي، وخلي الطريق تسير بك، يعني خلي الله هو اللي يقودك. فأوكل عليك الله. حط نيتك صافية إنه أنا والله أنا يا رب أنت مدام خلقتني في هذه الحياة الدنيا معناته أنا عندي هدف وعندي رسالة وعندي شيء لازم أنا نعمله، عندي قيمة معينة لازم أنا نضيفها في الحياة يعني. ومستحيل تقدر تضيف قيمة في الحياة إذا أنت أصلا ما كنتش حاسس بالحياة. إذا أصلا أنت في أي سن عدد كان يعني أنت مش حاسس بالحياة، مش راح تضيف ولا قيمة، واصلا مش هتقدر تعيش وراح تفشل في اختبارك الدنيوي. حاولوا تركزوا على انفسكم. ممكن يكون صعب في البدايات، لكن من بعد يحس الانسان بالمتعه انه هو مركز على نفسه، ما عندوش وقت يركز على الناس. يجيب دفتر وحط اكتب انا عندي المشكله كذا وعندي المشكله كذا وعندي المشكله كذا. حاول تحل بالوحده وحط عليها اوكي اوكي اوكي. يعني والله الموضوع ممتع جدا يعني. انت عارفه يا سوسو ان الكون كله، يعني انت بتتكلمي فكرتيني بقانون من القوانين اللي درسناها. الكون ماشي كله بقانون الاهتزاز. اهتزاز. صح صح. بتهتز. فمش هتقدر تمشي طول الوقت بتنفذ كل ده. بس الشطاره في ان انت لما تيجي تقع شويه، عملت ده يوم واثنين وثلاثة، وجيت اليوم الرابع وقعت، عادي خالص. ده اهتزاز، هقوم وهكمل مفيش مشكلة. عملت ده شهر ووقعت يومين ثلاثة. بس احنا كلنا عايشين في حياة، وطبيعي الحياة بيبقى فيها أوقات حاجات تاخدك في حتة تانية خالص. يعني تبقى انت ماشي في اتجاه وتلاقي فجأة حاجة مثلا عملت لك اهتزازة. بس في فرق لما أكون بهتز في الإيجابي، بهتز في إن أنا بطور وأعدل نفسي، ونزلت سنة، او ان انا اساسا كل حياتي ماشيه في السلبي، ويا دوب بطلع سنه بنزل سنه كله في اتجاه السلبي. فده عادي يا جماعه. يعني لو انا مثلا وانا ماشيه، احنا ياما اهتزينا، ياما بنطلع وننزل، بس الحلو ان احنا مكملين. ويا سهير يعني فقط يعني هو كل اتفضلي. اهتزاز فيه هو أكبر، يعني لو إحنا نستغله بطريقة إيجابية صراحة يعني. أنا صارت معايا يعني فعلا الحمد لله. أنا مثلا لو مثلا أنا ماشية نصلح في نفسي وبعدين مثلا واجهت طرف مثلا سيء أو سلبي بالنسبة لي يعني، فنحاول صراحة نحاول إني نشوف الموضوع بطريقة إيجابية. وين الجزء الإيجابي؟ أنا علاش وقعت في هذا الظرف؟ أنا علاش
صار لي هذا الموقف، فنحاول نشوف الشيء اللي ممكن نصلحه وننطلق بقوة أكبر، ممكن يخليني نكتشف أمور جديدة. ممكن هذا الشيء السلبي اللي حصل لي ممكن يخليني نعمل علاقات جديدة. وأنا صارت معايا في أشياء ممكن سلبية، أو في مواقف سلبية نكتشف أمور سلبية في نفسي أكثر نعاود نصلحها، أو ربي يعطيني علاقات ممكن كانت ما كنتش نتعرف عليها لو كنت ماشي أنا في خط مستقيم. والله العظيم يعني أنا نحكي من واقع تجربة يعني. فنحاول الإنسان دائما دائما يشوف إنه ربنا دائما يسخر لك هذه الأمور كأدوات استيقاظ أو كأدوات إيقاظ، إنه ربنا يحاول إنه يوقظك مما أنت فيه باش تدب الحياة فيك، يعني إنه أنت تعرف إنه لازم تصلح نفسك بالطريقة الصح. الحمد لله. الحمد لله، شكرا لله. إن شاء الله الناس تحاول من الآن يعني تنسى الناس الثانية يعني وتركز على نفسها يعني. ولكن يا سهير، أنا حابة إنه